صباح الجمال وصباح الشروق كده والأنوار والحاجات الحلوة كده على الناس العسل دي طبعا. بداية يومنا كده بالصباح الجميل ده. أول حاجة كده صلوا على النبي واذكروا الله. وطبعا ما ننساش اخواتنا في فلسطين وغزة، ندعو لهم كده طبعا. ده أهم حاجة عندنا. وربنا معاهم يا رب وينصرهم، اللهم آمين. اول حاجه كده يا حبايبي هدخل بقى كده على المطبخ كده، يعني ايه ما اقولكوش بقى، كان الوقت يعني كنت بصراحه نفسي انام. الحمد لله ربنا انعم عليا وقمت كده ساعه الفجر صليت وشجعت كده. قلت الاولاد ما عندهمش بصراحه، كان يعني في الوقت ده ما عنديش عيش كزين ان انا اعمل لهم سندوتشات، فكنت محتاره هياخدوا ايه معاهم الصبح. فانا قمت كده الساعه 6 طبعا، عم صليت وخلصت قلت اما ادخل كده اجهز لهم اللانش بوكس. فالمهم ايه، لقيت طبعا العيش خلصان من عندي. قلت واحنا مش هنغلب طبعا، يعني ايه الحمد لله، طالما في صحة او ربنا مقدرنا نقدر ان احنا نعمل لهم اي حاجة نبسطهم بيها، خلاص يا حبايبي. فاحنا نعمل لهم اي حاجة لو بسيطة على السريع كده. اول حاجة كده جهزت ليهم اللانش بوكس زي ما شفتوا معايا، حطيت فيه فاكهة كده، سفندي وبلح وطبعا في موز، وعندي خس كده. خدت الجلبيه بتاعته هما بيحبوها فانا حطيت ليهم. طبعا خدت لهم عملت لهم خيار برضو وغسلت لهم خياره كده وقسمتها، وحطيت لهم كل واحد حبيتين شوكولاته كده. فانا كنت بقى لما لقيت العيش خلصان بصراحه فاحترت، قلت لا طب تعالوا. جبت كوبايه كده من الدقيق وعليها نص معلقه كده من الخميره، ورشه صغيره خالص يعني مش مكمله حتى ربع معلقه بيكنج باودر، واللهم صل على النبي رشة ملح ذرة صغيرة خالص، ونص معلقة سكر. لان يعني كوباية واحدة اللي معايا دقيق، او نص كوباية والله مش مكملة. بصراحة انا ما كنتش ناوية اعمل الكروسون ده من الكروسون، بس قلت اعمله لهم بفرحهم. وطبعا بابا برضو محشي شوكولاتة من جوه، واللهم صل على النبي عشان حبيبتي اللي كانت طلبته تاني مني. فقلت ايه اعمل لهم حاجة بسيطة كده وسريعة ومش هتاخد مني وقت. طب هي خمرت نهضت تخمر؟ اه خمرت يا حبايبي. انتوا شفتوا معايا العجينة كنت حطاها في طبق في مية، المية دي كانت سخنة مغلية. حطيتها في الطبق، وطبعا حطيت فيها البولة اللي فيها العجين اللي انا عجنته، وسبتها ما كملتش دقيقتين وخمرت والله يا حبايبي بصراحة. فعشان كده انا عملت الكروسون ده بدري. والطريقة دي جميلة جدا للي مستعجل في المعجنات طبعا، وبالذات في الشتاء، لان العجينه بتاخد مننا وقت وكده. بعد كده يا حبايبي هسيبها تخمر، لقيتها خمرت ما خدتش وقت مني. بعد كده جبت شويه دقيق كده على الرخامه وفردتهم، وطبعا فردت العجينه بتاعتي كويس وحطيت عليها رشه من الدقيق من فوق عشان كانت طريه جدا وبتتلزج معايا. ودي احسن حاجه تديكي يعني نتيجه كويسه. العجينه اللي هي بتبقى ايه خفيفه دي مش بتبقى مكتومة ولا حاجة. فردتها كده، وطبعا قطعتها زي ما انتوا شايفين ايه مثلثات صغيرة كده عشان على قد الكروسون بتاعي. لو عايزينها كبيرة ممكن تكبروا المثلث، ماشي. بعد كده جبت الشوكولاتة، والشوكولاتة دي كانت من عندي برضو في الفريزر، ما كنتش عاملة طبعا حسابي. فانا طلعتها في الوقت ده كانت لسه والله متلجة، فقعدت اكسر فيها كده زي ما انتوا شفتوا معايا على الرخامة. واللهم صل على النبي. الشوكولاته دي اللي انا كنت عامله برضو منها النوبه اللي فاتت، ودي كانت باقيه عندنا من العيد، فانا استغلتها لان انا قلت لكم ما كنتش عامله حسابي وما كانش عندي شوكولاته. وزي ما انتوا شفتوا معايا كده خلصت ولفيت الكروسون بتاعي بالطريقه الحلوه دي. وطبعا كنت مسخنه الزيت بتاعي وطبعا بحطه على طول. ما شاء الله بيديني نتيجه جميله جدا، شايفين ما شاء الله. في الوقت ده كنت برضو بعمل لأولادي يفطروا كده، بعمل لهم حاجة سخنة كده وياكل واحد سندوتش. ما بحبش ان هم يطلعوا كده من غير فطار يا حبايبي. بحس ان هم لما بيفطروا يعني برتاح كده، يعني ايه بيبقوا اي حاجة طبعا. وخلاص كده كنت خلصت الكروسون بتاعي وعملته وحمرته كده وطلعته كده على منديل. طبعا هو ما بشربش الزيت يا حبايبي، اللي هيقول ده عشان الزيوت والكلام ده، والله هو ما كان فيه ريحة الزيت خالص. وكان ناشف ومجرمش وهش جدا من جوه، وكان ناشف من بره خالص ومجرمش. وشايفين انا حطيت لكل واحد كام واحدة كده، مع صابع موز برضو، مع ايه حاجات بسيطة كده من الخضار والفاكهة.
طبعا انا بقشر لهم الكلامنتينا دي من فوق كده حته، علشان طبعا بتبقى القشره ناشفه شويه، وحمد ما بعرفش يقشرها. فانا بقشر حته كده عشان هم يكملوها بقى هناك وتبقى سهله عليهم. وكانوا بقى الاولاد قعدوا فطروا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وكانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض. وانا بقى ايه عماله بقى، شفتوا الام اللي هي بقى المصريه، يلا هتتاخروا، يلا الاولاد مشيوا يلا والله العظيم يا حبايبي. وده كان اللانش بوكس بتاعهم كده، جهزته الزمزميات بتاعتهم. حمدي طبعا عنده زمزميه برضو، بس مش راضي ياخدها، قال يا ماما كبيره وبتفضل من الميه فيها ما بخلصهاش، فانا عايز جزازه صغيره. قلت له خلاص ماشي. واللهم صل على النبي كده، خلاص خلصوا فطروا وجهزت لهم الدنيا كده وشنطهم وحاجتهم، وخلاص توكلوا على الله. الله ييسر لهم الحال، اللهم امين، هم واولادنا جميعا يا رب. بعد كده دخلنا بقى على الوصفه التانية. ايه هي؟ هنعمل ليهم النوتيلا في البيت، عشان هم طلبوها مني برضو، عايزين يا ماما نوتيلا، قلت لهم ماشي. المهم معانا كوباية كده من الحليب، ويعني كوباية من الحليب او كوباية الا ربع، وربع كوباية مية. معانا نص كوباية كاكاو خام، طبعا من اللي انتوا بتحبوه، يكون يعني خامته حلوة وكده. ومعانا نص كوباية حليب بودرة. طبعا هنحط الحليب وهنحط اللبن وهنضربهم مع بعض. ومعانا نص كوباية سكر. هنضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط. معانا برضو رشة فانيليا ماشي، عشان تدينا للشوكولاتة كده ريحة حلوة كده يا حبايبي وطعم حلو. ويا اللهم صل على النبي. هي دي كل المكونات اللي معانا. نص كوباية كاكاو خام، كوباية حليب او كوباية الا ربع، وربع كوباية مية، نص كوباية سكر، نص كوباية حليب بودرة. هنضرب ده كله طبعا في الخلاط، يعني نمزجهم مع بعض كويس جدا لما المكونات تختلط. وطبعا لو عندك بقى شوكولاتة بطعم البندق او نسكافيه بطعم البندق، بتحطي باكو مثلا بيديك الطعم اللي هو بطعم البندق بالظبط. انا كان عندي نسكافيه اللي هو ده 3 في 1 ده، وحطيت منه، ما كانش متوفر عندي الا هو بصراحة. وكان عندي برضو حبيتين شوكولاتة كده بشرتهم وحطيتهم مع الشوكولاتة كده في الخلاط وهي بتنضرب، وشوية شوكولاتة من هي الشويبس دي برضو حطيتها معاهم، وضربت كله مع بعضه. وبعد كده بنزل بقى لما بخفق كله مع بعضه كويس، بنزل بالزيت، معايا نص كوباية من الزيت، وبنزل بيها بقى يعني ايه خرخوب صغير كده. والخلاط شغال طبعا، فعشان ايه تدينا القوام اللي هو التقيل ده. على حسب ما انتوا بقى حابينها، خفيفة تقيلة، شايفين يعني. هي في الاول شو وريتها لكم كانت خفيفة، وبعد كده ما شاء الله تجلت، وكانت مش جد يعني، مش كنت عارفة انزلها من الخلاط بصراحة. وكان دي كمان يعني لسه مضروبة في الخلاط وهي سخنة. طبعا لما بنسيبها بقى في التلاجة لتاني يوم تبقى ماسكة وحلوة. وكنت عملت لهم حلويات. وهو ده الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم.